تخيل معايا كده شركة بتبيع لك عربية وفي نفس الوقت هي اللي بتسلفك فلوس عشان تشتريها، وبعدين هي اللي بتشرف على شحنها وتخزينها لحد ما توصلك. ده مش مجرد بيزنس، دي قلعة اقتصادية متكاملة. النهاردة بنفتح ملف جي بي كورب وعايزين نجاوب على سؤال واحد مهم: هل الاستراتيجية الطموحة دي كافية عشان تحميهم من تقلبات السوق المصري، ولا ده مجرد رهان كبير وخلاص؟ لا، هو ده السؤال الصح بالظبط. لأن القصة اللي في المصادر اللي معانا مش عن شركة بتبيع عربيات يونداي ولا ام جي، لا. القصة الحقيقية عن محاولة بناء كيان اقتصادي متنوع يقدر يمتص الصدمات، والنجاح أو الفشل في ده هو اللي بيحدد مستقبل الشركة كلها. طيب خلينا نبدأ من أساس القلعة دي. كتير من الناس لما بتسمع اسم غبور بتفكر في العربيات وبس، لكن المصادر اللي معانا بترسم صورة أعقد بكتير. الشركة قايمة على 3 أذرع رئيسية: جي بي أوتو بتاعت العربيات، وجي بي كابيتال للتمويل، والذراع الثالث اللي بدأ يكبر قوي وهو الخدمات اللوجستية. التكامل بين التلاتة دول هو اللي بيخلق حاجة أكبر من مجرد مجموع أجزائها. جي بي أوتو هي الواجهة المعروفة، الوكيل لعلامات تجارية ليها وزنها في السوق. لكن جي بي كابيتال هي المحرك الخفي، هي اللي بتقدم للعميل القرض عشان يشتري العربية، وبتقدم تمويل للشركات وتأجير تمويلي، يعني بتشتغل في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بكل قوته. استنى هنا، هم فعلياً مش بيراهنوا على بيع العربية مرة واحدة وخلاص، لا، هم بيراهنوا على علاقة طويلة مع العميل. بيكسبوا من البيع نفسه، وبعدين يكسبوا من تقسيط تمنها على سنين، وممكن بعد كده يكسبوا من لوجستيات قطع غيارها. دي نقلة تانية خالص في التفكير. وده بياخدنا لنقطة أعمق كمان. النموذج ده بيخلق ميزة تنافسية قوية جدا. المنافسين بيبيعوا عربية وبيقولوا للعميل روح اتصرف في تمويل من بنك. جي بي كورب بتقدم له الحل متكامل في مكان واحد. ده بيسهل قرار الشراء قوي، وفي نفس الوقت بيضمن للشركة أرباح قطاع التمويل اللي هوامش ربحه أعلى بكتير من هوامش ربح بيع العربيات. بس لحظة، هل التكامل ده مفهوش أي خطورة؟ مش ممكن يخلق تضارب مصالح؟ هل ممكن جي بي كابيتال تدي شروط تمويل أسهل من اللازم بس عشان تزق مبيعات جي بي أوتو؟ سؤال مهم جدا. المصادر مش بتذكر حالات واضحة لكده، لكنها بتشير ضمنيا للمخاطر دي. الخطر الأكبر هو اللي بنسميه مخاطر الائتمان أو الكريدت ريسك. لو حصل تهاون في دراسة العملاء عشان نزود المبيعات، ده ممكن يؤدي لزيادة في حالات التعثر في السداد، وده هيضرب الذراع المالي للشركة في مقتل. التوازن بين الرغبة في البيع والحفاظ على محفظة قروض صحية هو ده التحدي الأكبر للنموذج ده. فهمت. القوة دي في حد ذاتها فيها نقطة ضعف محتملة. طيب بعيداً عن مصر، المصادر بتقول إن ليهم وجود في العراق. ده مجرد فرع تاني ولا له بعد استراتيجي أكبر؟ لا، له بعد استراتيجي مهم. وجودهم في العراق هو أول خطوة لتنويع جغرافي حقيقي، بيقلل من الاعتماد الكلي على السوق المصري. لكن النقطة الأهم واللي لفتت نظري في المصادر هي التوسع في الذراع الثالث، اللوجستيات، وتحديداً مشروع المستودعات الجمركية أو البوندد وير هاوسز. النقطة دي أنا كمان وقفت عندها. في الأول كنت فاكراها مجرد مخازن، لكن لما قريت التفاصيل فهمت إن الموضوع أكبر من كده بكتير. ممكن تشرحها ببساطة؟ ببساطة شديدة، المستودع الجمركي ده منطقة حرة صغيرة جوه البلد. الشركة بتقدر تستورد 1000 عربية مثلا وتخزنهم في المستودع ده من غير ما تدفع عليهم جنيه جمرك. لما يجي لها طلب من موزع على 100 عربية، تخرج ال 100 دول بس وتدفع جماركهم في وقتها. يا نهار أبيض! استنى، المستودع الجمركي ده مش مجرد مكان للتخزين، دي أداة مالية. دي أول مرة أفكر في الموضوع بالشكل ده. بدل ما يجمدوا سيولة ضخمة في جمارك بضاعة لسه ما تعتبرش اتباعت، بيحولوا التكلفة دي من تكلفة ثابتة لتكلفة متغيرة مرتبطة بالمبيعات الفعلية. بالظبط، هو ده التحليل الدقيق. ده بيدي الشركة مرونة مالية وتشغيلية ضخمة، وبيحسن كفاءة سلسلة الإمداد كلها. والخطوة دي بتحول الشركة من مجرد مستورد وموزع للاعب أساسي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة. وده بيفتح الباب لمصادر إيرادات جديدة تماماً ممكن تخدم بيها شركات تانية كمان. كل الكلام ده عن نموذج العمل شكله واعد جدا على الورق، لكن هل الأرقام بتدعم القصة دي؟ المصادر بتتكلم عن توقعات بنمو كويس في الإيرادات.
صحيح، المصادر بتتكلم عن نمو متوقع في الإيرادات حوالي 15% خلال 2024-2025، وده رقم كويس جدا. لكن التحدي الحقيقي واللي لازم نركز عليه هو إن قطاع السيارات هوامش ربحها مش كبيرة. السؤال الأهم هو: هل النمو ده جاي من بيع العربيات اللي ربحها قليل، ولا جاي بشكل أساسي من قطاع التمويل اللي هوامش ربحه أعلى بكتير؟ هنا الفرق بين شركة حجمها بيكبر وشركة ربحيتها بتزيد فعلا. ودي نقطة مهمة جدا. النمو في الإيرادات ممكن يكون خادع لو التكاليف بتزيد بنفس النسبة أو أكتر. المصادر كمان بتلفت النظر لأهمية التدفقات النقدية. ودي النقطة الأهم على الإطلاق في حالة شركة زي دي. المصادر بتوضح إن تدفقات الشركة النقدية من عملياتها التشغيلية قوية، وده معناه إن البيزنس نفسه بيولد كاش، وده مؤشر صحي جدا. ده بيخليها تقدر تمول جزء كبير من توسعاتها بنفسها من غير ما تعتمد كليا على الديون. بس في نفس الوقت المصادر بتشير لوجود ديون كبيرة مرتبطة بشكل أساسي بدراع التمويل، وده طبيعي. الخطر هنا هو لو حصل تعثر كبير في سداد القروض دي من العملاء، السيولة ممكن تتأثر بسرعة جدا. تمام. ده بيودينا بشكل مباشر لنقاط القوة والضعف. المصادر بتجمع على إن تنوع مصادر الدخل هو أكبر نقطة قوة. وده بقى التطبيق العملي لكل اللي قلناه. وجود جي بي كابيتال مش بس بيوفر مصدر دخل إضافي، ده بيوفر مصدر دخل طبيعته مختلفة. مبيعات السيارات متقلبة وبتتأثر بالمواسم والوضع الاقتصادي، لكن إيرادات التمويل اللي جاية من أقساط قروض قديمة بتكون أكثر استقراراً. ضيف على ده نقطة تانية المصادر بتركز عليها، وهي استقرار الإدارة. كونهم شركة عائلية في الأساس اللي هي عائلة غبور بيديها استمرارية في الرؤية. يعني القرارات مش بتتغير كل 6 شهور مع كل مجلس إدارة جديد، في رؤية بتمتد لسنين، وده بيسمح بتنفيذ مشاريع ضخمة زي التوسع اللوجستي اللي بياخد وقت عشان يبان تأخيره. ده تلخيص دقيق للنقطة دي. الالتزام بالاستراتيجية طويلة المدى هو ميزة كبيرة. التوسعات اللوجستية دي بتضيف طبقة حماية إضافية، شبكة أمان يعني. بس النموذج ده كله على بعضه بكل تكامله وقوته معتمد بشكل أساسي على إن الناس معاها فلوس تشتري وتستلف. المصادر أكيد اتكلمت عن النقطة دي كأكبر نقطة ضعف، مش كده؟ أكيد، وده يمكن أكبر تحدي بيواجه الشركة. المصادر بتوصفه بالاعتماد الكبير على الاقتصاد المحلي. ببساطة، لو حصل تباطؤ في الاقتصاد المصري، لو القوة الشرائية للناس قلت، لو الفايدة زادت، أول حاجة الناس هتبطل تشتريها هي العربيات. وفي نفس الوقت هيقللوا من الاقتراض خوفاً من المستقبل. التأثير هنا مباشر ومزدوج، بيضرب قطاعي السيارات والتمويل في نفس الوقت. والمنافسة الشرسة في سوق السيارات دي قصة تانية خالص. السوق مليان وكلاء وعلامات تجارية من كل حتة. منافسة مزدحمة ودموية، الكل بيحارب عشان ياخد حصة من السوق. ضيف على كل ده العوامل اللي خارج سيطرة الشركة تماماً: تقلبات أسعار الشحن العالمية، سعر صرف الدولار اللي ممكن يغير تكاليفك من يوم وليلة، أي تغيرات في السياسات الجمركية. كل دي متغيرات ممكن تقلب الموازين. يعني ممكن تكون الشركة بتعمل كل حاجة صح من جوه، استراتيجية سليمة وإدارة قوية، لكن قرار واحد في البنك المركزي أو أزمة في البحر الأحمر تقلب كل حاجة. تماماً. وده بيخلينا نرجع تاني ونفهم ليه استراتيجية التنوع دي مش رفاهية، دي ضرورة للبقاء. هي محاولة لخلق مصادر دخل أقل تأثراً بالعوامل الخارجية دي. تخيل إنك بياع شماسي على البحر، لو اعتمدت على الشماسي بس هتموت من الجوع في الشتاء. لكن لو بتبيع شماسي في الصيف وبتبيع معاها مشروبات سخنة في الشتاء، بتبقى خلقت حماية لنفسك. ده اللي جي بي كورب بتحاول تعمله. في النهاية كل التحليل ده بيوصلنا للسؤال اللي طرحناه في الأول، واللي المصادر بتحاول تجاوب عليه من منظور استثماري: هل السهم ده يعتبر فرصة والمين بالظبط؟ طبعا المصادر بتأكد إن ده مش توصية بالبيع أو الشراء، لكن تحليل للفرص والمخاطر. والإجابة بتعتمد بشكل كبير على أفق المستثمر ونظرته للمستقبل. اللي بيبص على المدى الطويل ممكن يشوف قصة نمو واعدة جدا. هيشوف شركة بتبني كيان اقتصادي متكامل وبيقدر يستحمل الصدمات. ممكن يقول أنا مستعد أستحمل التقلبات قصيرة الأجل عشان أكون جزء من قصة النمو دي. لكن المستثمر قصير الأجل أو اللي ما عندوش استعداد للمخاطرة العالية هيشوف الصورة بشكل مختلف تماماً. بالظبط، هيبص على المخاطر اللي اتكلمنا عنها زي الاعتماد على الاقتصاد المحلي وتقلبات سعر الصرف، وهيشوفها مخاطر ضخمة جدا في المدى القصير والمتوسط. هيقول إن أي تباطؤ اقتصادي هيوصل على سعر السهم بشكل مباشر وسريع، وإنه مش مستعد ياخد الريسك ده. القصة هنا ليها وجهين واضحين جدا.
وجه مشرق وطموح لشركة بتتحول لعملاق متكامل، ووجه تاني فيه تحديات حقيقية جدا مرتبطة بالواقع الاقتصادي. إذن لو حبينا نلخص تحليلنا للمصادر دي، نقدر نقول إن جي بي كورب هي قصة تحول طموحة من مجرد وكيل سيارات لكيان اقتصادي متكامل بيراهن على استراتيجية التنوع كدرع حماية. نقطة قوتها الأساسية هي التكامل الذكي بين قطاعاتها. وفي نفس الوقت كعب أخيل بتاعها أو نقطة ضعفها القاتلة هي ارتباطها العميق بصحة الاقتصاد المحلي. صحة الشركة مرتبطة بشكل مباشر بصحة جيب المستهلك المصري وقدرته على الشراء والاقتراض. وهنا ممكن نسيب سؤال أخير للتفكير، سؤال بيلخص كل اللي قلناه. السؤال الحقيقي لمستقبل جي بي كورب مش مجرد هل هيقدروا يبيعوا عربيات أكتر، لا، السؤال الأعمق هو هل قطاعي التمويل واللوجستيات هيقدروا ينمو بالسرعة والقوة الكافية عشان يتحولوا من مجرد قطاعات مساعدة لدرع حماية حقيقي يقدر يشيل الشركة وقت الأزمات. السباق الحقيقي هنا هو سباق بين سرعة بناء الحصن وسرعة قدوم العاصفة الاقتصادية الجاية، والإجابة على السؤال ده هي اللي هتحدد شكل الشركة دي في ال5 أو ال10 سنين الجايين.